اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم كيك بالفراوله والجيلي بطريقه سهله جدا وبسيطه. زي ما انت شايفه كده طالعه ما شاء الله، شكلها حلو قوي في التقديم، طعمها لذيذ، مكوناتها بسيطه جدا. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كوبايه ونص من الدقيق، 3/4 كوبايه من السكر، كوبايه صغيره من الزيت، كوبايه صغيره من اللبن، 2 كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر وبيضتين وفراوله متقطعه كده على الصغيره و2 باكت من الجيلي. محضره عندي بولة نزلت فيها بالبيضتين مع كيسين الفانيليا، 3/4 كوباية من السكر، وهبتدي اخفقهم بالمضرب الكهرباء او بالخلاط او بالمضرب اليدوي المتاح عندك. هكتب لك المكونات بالجرامات والكوباية في صندوق الوصف. نزلت بعد كده بكوباية الزيت الصغيرة مع كوباية لبن صغيرة، هبتدي اخفقهم زي ما انت شايفة بالشكل ده. هجيب عندي كوباية ونص من الدقيق، هبتدي انزل بجزء من الدقيق مع معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، مش هنزل بالكيس كله، هنزل بمعلقتين اللي هي معلقة الشاي ديت، وهبتدي اخفقهم بالمضرب اليدوي. بعد كده هنزل بباقي الدقيق، هنزل بيه على 3 مراحل علشان ما يكلكعش معايا زي ما انت شايفة بالشكل ده. بعد ما خفقت الدقيق مع الخليط، هكون محضرة عندي بقى الصينية او القالب اللي انا هدخله الفرن. هبتدي افرد فيه ورقة من الزبدة وهنزل بيه في الخليط بالشكل ده كده. هدخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة، هياخد في حدود 35 دقيقة. بعد كده هبتدي احضر معاكي جيلي الفراولة. محضرة عندي الحلة الصغيرة ديت، نزلت فيها ب2 باكت من جيلي الفراولة، عليهم كوبايتين مية مغلية. هبتدي اقلبهم بالمضرب اليدوي لحد ما يدوب خالص زي ما انت شايفة بالشكل ده. الكيكة عندي هتاخد 2 باكت من جيلي الفراولة. هجيب عندي بعد كده كوباية مية ساقعة انزل بيها عليه زي ما انت شايفة بالشكل ده. كوباية مية ساقعة، يبقى هو اخد 3 كوبايات، كوبايتين مية سخنة وكوباية مية ساقعة. بعد ما الكيكة عندي طلعت من الفرن، قلبتها على الناحية التانية وشلت ورقة الزبدة، هسيبها لحد ما تبرد خالص. هجيب بقى القالب اللي انا كنت عاملة فيه الكيكة، هنزل فيه بكبشة كبيرة من الجيلي، هدخلها التلاجة تجمد. بعد ما تطلع هبتدي بقى ارص قطع الفراولة زي ما انت شايفة بالشكل ده. طريقتها سهلة خالص. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي. بعد ما هرص عندي شرايح الفراولة زي ما انت شايفة بالطريقة ديت، هي سهلة خالص، بترصيها بالشكل اللي يعجبك. هجيب كبشة من الجيلي اوزعها على الفراولة بالشكل ده، وابتدي ارص قطع من الفراولة في الجوانب بتاعة القالب عندي، تدي شكل حلو قوي برضو. طريقتها سهلة خالص، شكلها بيبقى حلو قوي في التقديم، هتشرفك في اي عزومة، بجد طعمها كمان بيبقى تحفة. بعد ما رصيتها بالشكل ده هجيب بقى عندي الكيكة وهبتدي انزل بيها على الجيلي والفراولة، واجيب عندي باقي الجيلي هبتدي بقى اوزعه على الحروف وفي النص زي ما انت شايفة بالشكل ده. سقيتها بالجيلي، هدخلها بقى التلاجة في حدود 3 ساعات تجمد معايا. بعد ما جمدت بعد 3 ساعات طلعتها، محضرة عندي صينية فيها شوية مية سخنين يدوبك بس تفك معايا عشان اقدر اقلبها بسهولة. هقلبها بقى عندي في صينية التقديم زي ما انت شايفة بالشكل ده. طالعة بجد تحفة، شكلها حلو قوي زي ما انت شايفة بالشكل ده. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، ممكن تعمليها في اي مناسبة، في عيد ميلاد، في الكريسماس، بجد طعمها وشكلها تحفة. خلاص احنا في نهاية السنة داخلين على سنة جديدة، كل سنة وانتوا طيبين. اعمليها في رأس السنة، بجد شكلها حلو قوي، فرحي بيها الاولاد، طعمها بجد تحفة. امشي بنفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها، تطلع معاكي مظبوطة جدا وناجحة من اول مرة، طعمها خطير. لو عجبتك اكتبيلي في الكومنتات، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفات مطبخ فوفا. واستنيني في وصفات تانية كتير. كل سنة وانتوا طيبين، سلام عليكم.